السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايبي، يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة هنعمل خبز صحي مشبع. الخبز بدون بيض وبدون منتجات ألبان، مشبع جدا وكله ألياف هتحافظ على مستوى السكر في الدم، ولو أخدناه على السحور هنحس بشبع طول اليوم. كل سنة وانتوا طيبين، يا رب يكون رمضان كريم ومبارك عليكم وعلى حبايبكم وعلى أهلكم يا رب، اللهم آمين. والوصفة سهلة جدا، مش هتاخد منكم وقت خالص، تقدروا تحضروها وقت السحور لسحور صحي ومشبع وكمان سهل وسريع. يلا مع بعض نشوف الوصفة القمر دي عملناها ازاي، ونشوف المكونات ونشوف الطريقة. بس قبل ما نبدأ، لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش اشتراك وتفعيل زرار الجرس أو الجرس عشان يوصلكم إشعار بكل فيديو جديد، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا مع بعض نشوف المكونات والطريقة. بسم الله، وهنبتدي مع بعض. اول حاجة نجهز المكونات السائلة، وهي هتكون نص كوباية من المية، وعليها معلقة صغيرة من الخل الابيض او خل التفاح او خل العنب، اي نوع خل عندكم. تاني حاجة هنتكلم عنها هي التحلية. انا عندي هنا هستخدم معلقة صغيرة من دبس التمر، ولو انا عايزة احولها من توست الكيك هزود لمعلقتين. طيب انا ما عنديش دبس التمر، اقدر استخدم عسل نحل، ولكن لو انتوا عايزينها تكون دايت هنستخدم معلقة صغيرة من السكر الدايت او من بديل العسل اللي احنا بنجهزه في البيت، وهسيب لكم اللينك موجود في صندوق الوصف. انا حطيت معلقة صغيرة من دبس التمر، وهبدأ ان انا اقلبها في نص كوباية المية ومعلقة الخل الصغيرة، وبكده انا جهزت اول حاجة من المكونات. دلوقتي هنبدأ نجهز مع بعض المكونات الجافة. انا هستخدم الكوب المعياري، ولكن انتوا لو عايزين تستخدموا اي مج عندكم هو هيكون مج كبير اللي هو كوباية الشاي الكبيرة، او هنستخدم الكوب المعياري، هو بيكون 240 ملي للمواد السائلة، وبيكون حوالي 200 جرام للمكونات الجافة. انا عندي هنا دقيق سنبلة الفرات، هو دقيق القمح الكامل، ولكن انا هزود ليه القيمة والفايدة ان انا مش هستخدمه لوحده. انا هاخد نص كوبايه من دقيق القمح الكامل، وانا وريتكم ان انا بستخدم هنا نوع سنبلة الفرات حلو جدا، لكن انا عايزه ازود ليه القيمه الغذائيه واكون متاكده ان انا مستخدمه حبه القمح كامله، فهاخد فيها الياف اكتر، مش هستخدم دقيق القمح الكامل بس. وعشان كده هبدا ان انا اضيف 3 معالق كبيره من الرده او النخاله. انا هنا عايزه ازود الياف اكتر، فهضيف معايا الرده، هاخد منها 3 معالق، وانا هنا بزود الشبع وبقلل من السعرات. وكمان هضيف 3 معالق كبيرة من جنين القمح، فانا هنا اخده حبة القمح كاملة ومتأكدة حتى لو نوع الدقيق مش مضاف لي الحبوب كاملة، انا زودتها بجنين القمح وبالردة. فهنا بقى عندي كوباية من نصها هو دقيق القمح الكامل، والنص التاني هو 3 معالق من الردة و3 معالق من جنين القمح. بعد كده هبدأ أضيف رشة من الملح لو أنا عايزاها كيك، ولو أنا عايزاه خبز هتبقى ربع معلقة من الملح. طبعا احنا بنزود الملح في الخبز عشان يديله طعم. وكمان عندي المواد الرافعة، هي هتكون نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر وربع معلقة صغيرة من البيكربوناتو أو البيكنج صودا، لأن أنا هنا محتاجة مادتين من الرفع، لأن زي ما انتوا شايفين المواد الجافة عندي هي أغلبها ألياف، فمحتاجة إن أنا يكون عندي حاجتين عشان يترفع معايا كويس. وطبعا أنا ما استخدمتش خميرة، أنا استخدمت المواد الرافعة بس. هبدأ اخد المواد الجافة اللي أنا جهزتها وأحطها معايا في البولة وأقلبهم كويس جدا عشان كلهم يختلطوا ويبقى خليط واحد. ودلوقتي بعد ما خلطنا كل المكونات الجافة مع بعض، هنبدأ ان احنا نضيف المكونات السائلة اللي احنا جهزناها في اول الفيديو. ودلوقتي هبدأ اضيف المكونات السائلة، بس انا ما ضفتهاش كلها لان انا لسه هضيف مكون وهو زيت الزيتون. طبعا انا عايزاها تكون نباتية، لو انتوا حابين ان انتوا تضيفوا زبدة مذابة تقدروا ان انتوا تضيفوا لها وهتكون طعمها حلو قوي. وبعد ما اضيف الزيت هبدأ ان انا اقلب عشان اشوف قوام التوست او الكيك. انا مش عايزة قوام يكون خفيف وفي نفس الوقت ما يكونش تقيل جدا عشان تطلع هشة ويطلع معايا طري. انا لقيته لسه تقيل فضفت بقية المكونات السائلة اللي كانت معايا في نص الكوب، وبدأت ان انا اقلب. شايفين
هو هنا محتاج كمان تقريبا حوالي معلقة او معلقتين من المية، فانا هاخد نفس نص الكوب واضيف فيه معلقتين من المية وضفتهم للخليط، وبدأت ان انا اقلب عشان اوصل للقوام اللي انتوا شايفينه. القوام مش تقيل وفي نفس الوقت هو مش خفيف خالص. انا هوريهولكوا دلوقتي بالسباتولا. شايفين القوام ده اللي هيطلع معانا احلى توست، طعمه رائع جدا ومشبع جدا. ودلوقتي هنجيب معانا الصينية بتاعتنا اللي احنا هنحط فيها الخبز. انا هعمل الصينية دي متقسمة، فهتعمل معايا 3 من الميني توست. انا حطيت فيها معلقة من زيت الزيتون وبدأت ان انا ادهن الصينية بتاعتي عشان ما يلزقش فيها الخبز بتاعي. لو انتوا حابين تعملوها تكون توست كامل تقدروا تحطوها في قالب التوست عادي، لكن انا هنا حبيت ان هو يكون ميني توست او سندوتشات صغيرة، فقسمت الكمية بتاعتي على 3 من الخبز او 3 من الارغفة. الكمية بتاعتي عملت معايا 2 من الميني توست وواحد صغير، يعني اخر رغيف ما كانش اخد كمية زي الاتنين التانيين. دلوقتي انا بدأت ان انا اساوي الخبز بتاعي بالسباتولا زي ما انتوا شايفين، ومسخنه الفرن من قبلها على درجة حرارة 180. هو مش هياخد وقت خالص لان زي ما انتوا شايفين احنا مقسمينه لميني توست. هندخله الفرن دلوقتي وبعد كده هقولكوا على التسوية ونشوفه اول ما يطلع من الفرن. وتعالوا دلوقتي نتكلم على تفاصيل التسوية. الخبز اخد معايا ربع ساعة في الفرن، 10 دقايق بس كنت فاتحة الفرن و5 دقايق للشواية عشان يطلع اخد لون ذهبي من فوق زي ما انتوا شايفين. طبعا هو حجمه صغير عشان كده ما اخدش وقت في التسوية، بس مهم ان هو اول ما يطلع نغطيه على طول بفوطة نظيفة عشان يفضل معانا الخبز طري وهش زي ما انتوا شايفين. شايفين هو ازاي عالي وحلو جدا بجد. ده اللي كان اخد اقل كمية، فعشان كده ما طلعش زي التوست التاني. ده كان اخر رغيف اللي ما اخدش نفس كمية العجين اللي اخدوها الاتنين التانيين، عشان كده هما طلعوا زي ما انتوا شايفين كده. التوست عالي وحلو قوي، يعني هو مشبع جدا. انتوا تقدروا ان انتوا كمان تقطعوه كشرايح توست، لان هو طبعا مشبع مش هتقدروا تاكلوه كله لوحده. والكمية دي كلها معمولة بنص كوباية بس من الدقيق، واستخدمنا معانا كمان الياف كتيرة زي النخالة وجنين القمح الغني جدا بالبروتين، وطبعا ما استخدمناش بيض وما استخدمناش منتجات البان. فالخبز مشبع جدا، صحي جدا، واقل كمية منه هتحسوا ان انتوا شبعانين جدا. شايفين هو قد ايه عالي وهش وكأنه توست بالظبط، بس ده ميني توست. دلوقتي انا هفتحه معاكم عشان تشوفوا قد ايه هو كله مسامات، قد ايه هو اخد سوا حلو قوي وهش جدا، وما فيهوش خميره وما خمرناش الخبز، بالعكس احنا عملناه في 10 دقايق واخد 10 دقايق تسويه. فعشان كده انا بقول لكم تقدروا تعملوه وقت السحور. الرغيف اللي كان مش عالي انا قسمته، ممكن نعمله ساندوتش، لكن التوست التاني نقدر نقطعه كشرايح توست زي ما انتوا شايفين كده. وشايفين هو قد ايه هش جدا، يعني حتى اللي انا قطعته كشرايح توست هش جدا. يا رب تجربوا الوصفة وتعجبكم، واستنى رأيكم واستنى تعليقاتكم الجميلة والحلوة اللي بستناها. ولو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه ما تنسونيش من اللايك، عشان اللايك بيرفع الفيديو وبيشوفوا اكبر عدد من الناس وتستفيد من الوصفات الصحية. وتقدروا تشاركوا الوصفة مع أصحابكم وحبايبكم عشان يستفيدوا من الوصفات الصحية. إن شاء الله أشوفكم في وصفات كتيرة وصحية بأمر الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ومع ألف سلامة.